اصطدم الاحتلال الروماني لشمال إفريقيا بمقاومة شديدة من طرف الملك يوغرطا الذي سار على نهج جده ماسينيسا. وبعد عدة معارك طاحنة امتدت من سنة 112 إلى غاية 105 قبل الميلاد، إلى أن قام بوخوس الذي كان ممثلا للدولة النوميدية على إقليم ما يعرف بالمغرب حاليا بخيانة الملك يوغرطا عندما سلمه إلى الرومان. خيانة بوخوس الذي كان يعني بمثابة ممثل للدولة النوميدية فيما يسمى حاليا بالمروك، وأنا أفضل لقب المروك على لقب المغرب، كون أن المغرب كلنا المغرب، ونحن خاصة نحن هم الأصل في المغرب، كون أننا قلب المغرب. تجد بوخوس يعني اللي كان صهر يوغرطا يعني تآمر عليه مع الرومان، وكما نعرف يوغرطا حارب الرومان في هذاك الوقت. لم نكن إمع للرومان ولم نكن تحت سيطرة الرومان، بل حاربنا الرومان وحاربنا المد الروماني وحاربنا كذا، لتكون الخيانة من هذا الرجل يعني اللي كان في إقليم ما يسمى ضواحي المروك حاليا. كان يعني عرضه للدار وكذا وكذا وسلموا إلى الرومان. وقال يوغرطا في ذاك الوقت، يوغرطا قال كلمته المشهورة: روما للبيع لمن يشتري. وعندما قال يوغرطا هذا الكلام يعني نقول لك صراحة يعني كانت باريس عبارة عن طين، ما كان ولا شيء. باريس اللي هي دركا تعتبر قلب يعني يعتبروها قلب الثقافة العالمية، كانت عبارة عن نهر يعني الشين يمشي وكذا، بعض القبائل يعني متشتتة هنا وهناك، ولم تكن أي شيء.